قم مع أبونا شمعون لدراسة القواعد الأشورية. أرينا ما في جعبتك أبونا. احنا في أي حلقة؟ صدقني ما أنا عارف 27 أو 28 على كل 29 هذه 22 عملناها. هراكبها بعدين يعني ما هو في العنوان حيكون. نعم جميل. نعم. أوكي شكرا أستاذ سامي، وأنا أشارككم الصفحة هذه. أيوة خلي أعملها تمام. أيوة حلو. أيوة هذه. أيوة واعي. وأغلق هذه أعملها كل أوكي كامل. حلو جدا. أوكي. أيوة. أيوة نحن وكان وصلنا إلى أنواع الفعل بعد ما خلصنا مشتقات الفعل في الحلقة الماضية. اليوم نبدأ بأنواع الفعل. أيوة. وبالآشوري أتشي سعران. أتشي أنواع من أيوة. آدش يعني ينوع نوعه. أيوة. فعل عنده بالسرياني القديم طبعا هذا. أتشي سعران أنواع الفعل the kinds of the verb. الفعل أيوة. على نوعين، متعدي أيوة. ولازم أيضا بالعربي نفس الشيء. أوكي. أيوة نبدأ الفعل المتعدي. الفعل المتعدي سعرانة مشنيانة. سعرانة مشنيانة transitive verb أيوة. وهو الفعل الذي يقع تأثيره على آخر خارجا عن الفاعل والذي يسمى بالمفعول به. أيوة. أمثلة الفعل استعمال في الجملة: آخل يأكل، نيشا اسم، هذا نيشا اسم واحد من أبنائي أيضا نيشا. آخل خابوشة. نيشا يأكل التفاح. شوف هذا فعل يتعدى إلى آخر يعني مفعول به، يعني مفعوله يقع على شخص آخر عدا خارج الفاعل الذي يقوم بالفعل. تمام، هذا معناه متعدي. أيوة أنا يعجبني هيك أشرح نيشا آخل خابوشة. أيوة. نيشا هو الفاعل، آخل يأكل، آخل هو الفعل، خابوشة هو المفعول به. حلو. الفعل الثاني عندنا ماخي يضرب. أيوة. نينوس ماخي أيوة. كلبة. أيوة. نينوس يضرب الكلبة. أيوة نفس الشيء. أوكي بعدين شاتي يشرب. شموني وهي اسم بنت واسم زوجتي شموني يعني مونيك. شموني اشتيلا الخلوة. اشتيلا هو الفعل الماضي منه، راح نشوف بعدين بالتصاريف. اشتيلا الخلوة يعني شموني شربت، العفو هوني ليش هيك، شربت الخمرة الحليبة. شموني اشتيلا الخلوة الحليب. أيوة شوف هاي متعدي كلها الأفعال. كاتو يكتب. صمخة أيضا اسم هو يعني ضياء، اسم واحد أولادي صمخة. كتولة كتب. كتاوة. شوف كتاوة كتابا، هنا نكرة. تمام، قلنا نكرة من دائما هو معرفة الكلمة إلا إذا أردنا أن نعملها نكرة فنحط خاء للمفرد وخكمة للجمع. تمام، كتاوة كتابا. أيوة. صمخة كتب كتاب. عندنا فعل آخر زاون أيوة. يشتري. تميمة اسم تميمة بالعربي شفت أنه في تميم، شيخ تميمة مأخوذة من هون. تميمة يعني وديع. هذا هون هاي قبيلة اسمها تميم. إيه شفت، وهي سريانية الظاهر لأنه تميمة بالسرياني وديع كامل. بالعربي ما له جذر تميم، له جذر وأتم يتم أتم. من أتم يتم تميم. أوكي تميمة زنة اشترى. صولة حذاء. برونة لابنه. هنا إلى ابنه لابنه، اشترى حذاء لابنه. إذن هنا أيضا الفاعل الفعل المفعول به.
أوكي، فهذه أمثلة بسيطة للفعل المتعدي وكيفية من الجملة. بعدين عندنا الفعل اللازم النوع الثاني، وهو سعران دويقة بالمصري، يعني سعران دويقة. الأول كان سعران مشنيانا، يعني الذي يتعدى ينتقل إلى آخر. هنا سعران دويقة، اللازم هو دويقة بالضبط، معنى لازم، لزم نفسه. أوكي، intransitive verb هو الفعل الذي تأثيره يقع على الفاعل نفسه ولا يتعداه، لذا فليس له مفعول به. مثل دامخ ينام، لوقا كدامخ شأتت أسرة. لوقا ينام كدامخ هي في الحاضر الاعتيادي، بشأتة في الساعة، شوف هاي الباء هي في هنا بي. يعني انت بالسرياني كما فهمت منكم ما فيش عندكم الفي. لا، هي الباء تلعب تاخذ الدورين، الباء والفي العربي. بشأتة أسرة العاشرة. اوكي، ينام، هو ينام، ما ينام. هسه بعدين نجي شلون نعمله اذا متعدي. شاتق يسكت، تلميذ اشتقل، ايمند ملبانا، ور لاوانا. التلاميذ سكتوا عندما المعلم دخل القاعة. تلميذ اشتقل، ايمن دملبانا، شو دملبانا، ور دخل لاوانا القاعة. نعم، دخل للقاعة، نحن نقول هنا دخل لا شوف هاي لام هي اللي للقاعة. ياتو يجلس، داود تيويلي جالس هو. داود جالس بالعربي ما كل لزوم هو يكون مستتر، لكن في عندنا دائما هذا النوع من راح نجي عليه الماضي. تيويله جالس هو على القرعة، على الأرض. داود جالس على الأرض. همزم يتكلم، ملبانا. شو هي العرض عندك؟ شو هي الأرض بالسرياني يا أبونا؟ أرعى. أيوة، أرعى، مش أرضة. أيوة. لا، أرعى. أرعى. أيوة. همزم يتكلم، ملبانا المعلم، هم زملة تكلم، بوت عن أو بصدد، الصايوتا أهمية، الصايوتا دليشانة بتاع اللغة، مال اللغة، أهمية مال اللغة. أهمية اللغة، تمام، مضاف إليه قلنا دائما نحن هاي دلت، هذه هذا الرابط، هو رابط، هذا نوع دلت هذه، هذا الرابط الذي عنده قلت أنا في حلقات سابقة عنده وظائف كثيرة، يعني من ضمنها هاي مضاف إليه. أوكي، فإذا عندنا الفعل الأخير باخي يبكي. باخي، شوف، باخي يبكي. يلودا الطفل، ببخايا إيلي، ببخايا لي. الطفل يبكي هو. يبكي هو، يبكي، أيوة، الطفل يبكي. هاي الأمثلة للأفعال اللازمة اللي ما يتعدى تأثيرها إلى آخر. أوكي، عندنا نحن ممكن نحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي. أيوة، تحويل الفعل اللازم إلى المتعدي. شخلبتة سعران دويقة لمشانيانا. تحويل أو نقل أو تغيير السعرانة دويقة اللازم لمشانيانا إلى المتعدي. شو أول كلمة الفضلية الأولى؟ شخلبتة يعني مثل شقلبة. ممكن شقلبة يكون شخلبتة، يعني تغيير، تحويل. أيوة، شخلبتة من فعل شخلب، شخلف بالسرياني الغربي، شخلب. يمكننا تحويل الفعل اللازم إلى المتعدي عن طريق إدخال ميم مفتوحة، يعني ميم ذات فتحة قصيرة
نقطة فوق نقطة جوا. ميم مفتوحة هذه في بدايته مع تسكين حرفه الأول. سكنه، هو يكون متعرق دائما الجذر فنسكنه. واعلم واعلم أنه لا يمكن عمل ذلك مع الأفعال الرباعية كان فعل، لكن مع الأفعال الثلاثية فقط. وهذا النوع من الأفعال تسمى بالأفعال السببية. سعرانة التايا causative verb بالإنجليزي، موجودة شوف بالقواعد، كتب القواعد الإنجليزية. causative verb. أمثلة عندنا مثلا فعل لازم تحويله إلى المتعدي إدخاله في الجملة. دامخ قلنا شفنا أنه فعل لازم، هو ينام. ممكن نعمله متعدي بإدخال هذه ميم مفتوحة. مدمخ يصير مدمخ وتسكينها الحرف الأول. مدمخ يعني ينوم. هنا ينام هو نفسه، هنا ينوم. العربي موجود أيضا. أيوة نفس ولو الشيء. ما عنده يمكن عنوان هيك، بس أيوة. هو هي العملية هي هذه، أنه نحول اللازم إلى متعدي. دامخ ينام، مدمخ ينوم. شميرام مدموخة لا براته. شميرام تنوم أيوة. ابنتها. أيوة. تنوم هي، شوف هذه مدموخة لا إلى تنوم هي ابنتها. أوكي. بعدين عندنا راخت يركض، هو فعل شفنا لازم، ممكن نعمله متعدي. يركض مرخت. راخت هو نفسه يركض. مرخد يركض الآخر. مرقس مرخوط له يركض. سوسة الحصان، اللي نجيبه هون حتى تكون تحتها. تمام، هذه تكون تحتها. أوكي. مرقس مرخوط له سوسة يركض الحصان. نابل يسقط. منبل يسقط أو يسقط، مع بالعربي اثنين عندنا نوعين، يسقط أو يسقط. يسقط منبل. نرساي منبولة منبل، عفوا شوف أنا غلط. منبل نرساي منبل أسقط ليلانا الشجرة. أسقط الشجرة. بعدين عندنا رائش ينهض. أبونا كيف ما هي الشجرة عندكم بالسرياني؟ إيلانا. وليش أسقط للشجرة أنت تقولوا؟ إذن أسقط، أيوة لام شفت هذه لام ممكن بالتأكيد للشجرة. أسقط للشجرة. وهناك نفس الشيء، يركض الحصان، يركض للحصان. حصان، أيوة. لكن هناك على هذا الحصان الذي تكلمنا عنه لتحديده. أو ليش بالأول ما في لام مع ابنتها؟ ممكن خلي أيضا لام هون، ما نريد نأكد عليها. ممكن بلا لام أيضا هون، ممكن بلا لام هون. بس أنا عمدت يعني قصدت هالشيء هذا حتى نستعمل النوعين. حلو. لكن أنا شوف تعمل اللام هنا، فكرتها من الكلمة السوسة. أيوة السوسة. أيوة. ليلانا. وهنا عندنا رائش ما نلفظها هيك قوية عيه، إنما رائش ينهض. مرئش ينهض. أيوة. في مدينة قديمة في واقع اليوم في تركيا، وقتها كانت أيضا في بلاد النهرين والرافدين. مرعش اسمها مرعش. موجود اليوم في تركيا، جنوب تركيا. وأيضا لها كتاب من هالمدينة، في كتاب سريان قديمين أشوريين قديمين، كتاب كنسيين. راعش مرعش ينهض. تاور واسم تاور مرعوشيله ينهض.
البرونة، شوف لام أيضا حطيتها، البرونة ابنه. أيوه أيوه أيوه. الواحد ما ينتبه يعمل أغلاط بالعربي بالسرياني بالكل. المهم برونة، برونة كان لازم هي تكون هون بدل ألف، برونة ابنه. أوكي. آخل يأكل قلنا هو فعل لازم، ممكن نعمله متعدي لما نقول مأخل يؤكل ويؤكل، يؤكل. كينا، كينا يعني عادل، اسم أيضا نستعمله، هو صفة ونستعمل كاسم مثل عادل العربي. كينا مأخول له يؤكل الطيرة، الطير مأخولة للطيرة. عندنا خاضر يجول، هو يجول. مخضر يجول. أيوه. يما مغدورة للبنونة. الأم ليش ما كتبتها؟ شو نسيتها؟ عجيب النسيان يعني. يما الأم تجول أولادها، أولادها تجول أولادها يعني أخذتهم الجولة. أوكي. بعدين عندنا طارس، طارس مطرس، طارس يصنع، مطرس يصنع. قلنا هون أيضا ميخائيل، ميخائيل يصنع، يصنع ويصنع، يصنع يعني يصنع، يصنع. إيه. أوكي العفو. يعني مطروسة، لازم مطروسة لأنه غلط بالشو اسمه هوني. يصنع يعني يجعل آخر واحد يجي يصنع له قن، قنا، قن، شوف نفس الشيء، قنا، قن للدجاج، دجاج، الدجاج. تمام. إذا ميخائيل، ميخائيل مطروسة يصنع قنا، قن لكتيات دجاج. ميخائيل مطروسة لقنا قكتيات، قكتيات. فإذا هذه الأفعال اللازمة جعلناها متعدية بهذه الطريقة. هون وقد قمت بكتابة هذه الأفعال بمعية أصلها اللازم في نفس الخانة بقائمة الأفعال الموجودة في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر. ممتاز. يعني نعم نكتبها معها في نفس الخانة لأنه هي مأخوذة منها، هذه مو أصلية. أيوة. فهي ما أعرف عندك سؤال عن هالأمور؟ لا لا ممتاز ممتاز. أي ماشي. أوكي. نسأل، ننتقل إلى شيء آخر، إلى صيغة أخرى، إلى خاصية أخرى للفعل وهي صيغ الفعل. الفعل له صيغ مختلفة. زناه سعرانة، زناه ما له علاقة بالزنا. هاي زناه، زنا يعني زنا يعني أنواع أشكال. زناه، شوف عندنا أتشي وعندنا زناه، صيغ يعني صيغ، هذيك أنواع، هذه صيغ. زناه سعرانة صيغ الفعل، voices بالإنجليزي يسموها the voices. للفعل في اللغة الآشورية ثلاث صيغ هي المعلوم والمجهول والأمر. أيوه. صيغة المعلوم زنا عاودة active voice، ويدعى أيضا بالفعل المبني للمعلوم، وهي تلك الصيغة التي فيها يشير الفعل إلى فاعله ويكون فيها الفاعل ظاهرا ومعلوما. أمثلة: كاتب يكتب، طبعا هو فعل معلوم كاتب. الولد يكتب، يكتب هو يكتب.
قارئ يقرأ، شاقل يأخذ، ماخ يضرب، مقرط يقص، مقرط يقص. ايوه شوف مقرط هي لو نجي نحللها من قارط يعني يقرض، مقرط يجعله يقرض فيقص. نستعملها ليقص نحن. يقص ايوه. يقص. آتي يأتي. هذه أفعال كلها أفعال من صيغة المعلوم، معلومة هي يعني هو الفعل كاتب، هو يكتب، هو يقرأ، هو أوكي. بعدين صيغة المجهول زناخة شوشة passive voice، ويدعى أيضا بالفعل المبني للمجهول، وهي الصيغة التي فيها يشير الفعل إلى الذي عليه يقع تأثيره، أي إلى المفعول. أما الفاعل فيكون مستترا، وهذا الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة هو مركب من فعل مساعد وفعل رئيسي، والمساعد هو دائما الفعل بائش، اللي معناه يصبح، يصير، يبقى، بائش، مصرفا تبعا لفاعله وزمن حدوثه. أما الثاني أي الرئيسي فيكون دائما في حالة اسم المفعول. مثال هذا شو الفعل. فصيغة المجهول عندنا مثلا بالعربي تقول مثلا أكل التفاح، التفاح أكل، كافي نقول سوي أكل سوي أكل يصير مجهول. تمام. أما لا السرياني لازم تركبه من فعل مساعد هو بائش مع اسم مفعول الفعل الذي تريد أن تجعله مجهولا. وأمثلة، مثال فشلكتيوة صار مكتوبا. ما هو بالعربي ممكن أبونا كمان هيك تسويه، ممكن صح؟ جعل يأكل أي بس جعل مأكولا. لا جعل يأكل هذه هذه ممكن نستعملها هل فعال هذه هون أنا بالضبط راح تشوف في قاموس الأفعال بالنهاية، يعني الفصل 13 من جيت أخلي معناها بالعربي كتبت كثير مرات جعل يأكل، جعل يعمل هيك، جعله يعمل هيك، جعله. أيوة فهمت. أما المجهول فشيء آخر بالعربي سهل، وهو أنه تقول من أكل أكل، فأكل الولد التفاحة، التفاح أكل. تمام. أكل التفاح من قبل الولد ومن قبل. هسه نجي هون راح نشوف الجمل، راح أعطي جمل بالضبط تتوضح هذه. فمثلا هنا بشلكتيوة بدل كاتو يكتبوا بشلكتيوة كتب، أي كتب. شوف شلون عمل لما دخلي هالحركات دائما تتخربط. غريب كتب، شوف كتب حتى الفتحة صارت كسرة هون. كتب غريب الأمر عندك. إيش وهذا؟ شفت فشلا خطيرة صرنا ممدوحين أو مدحنا، منصور نقول صرنا، بس أنا كاتبها أنا بالضبط الترجمة الحرفية حتى واحد يعرف شو عملنا. بس أبونا شو الخط اللي بتستعمله للعربي؟ هذا التايمز نيو تايمز رومان نيو تايمز رومان. حاول حطه ب شو بسموه، شو اللي يسموه ترانسبارنت عربي. ترانسبارنت اوكي شوف شوف بجوز. راح احاول بس ما اظن نفس الشيء راح يكون. هي هناك شيء في مشكلة اللي هذا الولد لما عمل هالكتاب، هي شو اسمه عملوه بالديزاين ماله، فهيك ما اعرف. يعني شو تعرف شو يصير استاذ؟ هنا مثلا هسه كاف هذه لو اروح على شو اسمه، ما اقدر هسه اعملها، اروح على الخط راح تشوف انه هي نيو تايمز رومان، بس لما اجي على الحركه تنقلب الى السرياني شو اسمه نهضره. فهيك يعني ما اعرف ليش. اوكي اي كتب. المهم هذه معناها فشلا خطيره صرنا ممدوحين. أي مدحنا بالعربي، ما نقول صرنا ممدوحين، لكن مدحنا معناها فشلا خيرا. جرب عندك أبونا، حط العربي بالترانسبارنت.
راح اجرب بعدين. بعدين صار. لا بعدين. على راحتك على راحتك. ايوه. فشل مقده. أصبحوا فشل محروقين، يعني حرقوا. شوف هوني ما صار، شوف هوني بقت صح. أيوة. ليش؟ الله أعلم، ما أعرف ليش هوني تخربط، ليش هوني ما تخربط. أيوة مش عارف. هوني ما تخربط. أي حرقوا. فشلاخ ألديتا فشلاخ ألديتا، أصبحت مخدوعة أي خدعتي بالعربي، خدعتي. فشوف إذا واحد يجي سرياني ما يعرف زين عربي، هذه راح يترجمها حرفيا، يقول أصبحت مخدوعة. طبعا ركيكة بالعربي ما ممكن، خطأ، لازم خدعتي، فتصير الصياغة سريانية للعربي. أيوة. شوف هذا مثال لذلك. أيوة هذا مثال لذلك. يعني احنا ممكن نسميه صياغة سريانية. هذا آشورية، آشورية معاصرة، لأن الآشورية القديمة والسريانية القديمة مشان كتابي نخلي إت ومت، نخلي هالبريفكس، أو إما بعض الأشخاص إت وبعضهم مت. مثلا هون يقول مثلا مقدة يعني محروقين، تصير متيقدين بالسريان القديم. المهم خليها. انت هتقولها يعني هاي صياغه سريانيه وانتهت هي الصياغه العربيه. لو عملت اصبحت مخدوعه، هاي الصياغه سريانيه. بالضبط. مو ليش نقول خطا بسبب السريان، نقول صياغه سريانيه. صياغه سريانيه عربيا غير مستعمله. تمام معايا انت؟ الو هل انت معي يا استاذ سامي؟ سقط الخط عندك. الو ايوه. وقف عندك. مشاهدي صار انقطاع في الكمبيوتر. ابدأ أبونا إذا بصيغة المجهول. تفضل. أوكي. كنا نتكلم لما انقطع بصيغة المجهول، وهي الصيغة الثانية من صيغ الفعل الثلاث: المعلوم والمجهول والأمر. أوكي. وقلنا ونعيدها، يدعى أيضا بالفعل المبني للمجهول، وهي الصيغة التي فيها يشير الفعل إلى الذي عليه يقع تأثيره، أي إلى المفعول. أما الفاعل فيكون مستترا، وهذا الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة هو مركب من فعل مساعد وفعل رئيسي. والمساعد هو دائما الفعل بائش، الذي بالعربي ممكن نقول عنه يبقى، يصير، يصبح. مصرفا، نصرف الفعل هذا تبعا للفاعل وللزمن، زمن حدوثه. أما الثاني الفعل الرئيسي، يعني اللي نريد أن نجعله مجهولا، هو يكون دائما في حالة اسم المفعول، في حالة اسم المفعول. ما نصرف هذا، ما نصرف. أنا أقترح عليك تستعمل دائما يا صرنا يا أصبحنا، مو تخلف صار أو أصبح. أيوة لأنه بعدين الناس بيخربطوا. نعم صار أصبح. أنا هيك كاتب صار وأصبح. لا احذف واحد من الاثنين. وحد هيك ويبنى هيك. أوكي. مشان نسهل عليهم. صرنا حلو هذا. هذيك صرنا محروقين. صرنا. أوكي. أيوة. أوكي. أيوة. صار. صح. أيوة هيك سهل، لأنه أصبح بيكون كأنه يعني صرنا الصباح. شفت علي؟ هيك لأنه صرتي يا ستي، صرتي فيها أصبحنا فيها صباح. هاي المشكلة. أيوة صرتي أوكي. فيكون دائما في حالة اسم المفعول. قلنا الفعل الرئيسي. فمثال:
بشلكتيوا، إذا كتب نحن نقول بشلكتيوا. بشلي هو هذا المساعد فائش مصرف للشخص الثالث المفرد المذكر، لأن الكتاب هو كتاب واحد وهو مفرد وهو مذكر، فإذا نستعمل بشلي يعني صار كتيوا مكتوبا. كتيوا هو اسم المفعول مثل ما شفنا في مشتقات الفعل. كتيوا يعني كتب، صار مكتوبا. فشلا صرنا خقيرة ممدوحين. صرنا ممدوحين، خقيرة ممدوحين أي مدحنا. مدحنا. فشل صاروا، وصرنا صاروا محروقين. فشل مقدة من ياقت، مقدة، محروقين أي حرقوا. حرقوا. قلنا شوفوا كيف هنا تخربطت لما حطيت الحركات، هنا لا، هنا ما تخربط، الفعل بقى كما هو صحيح. حرقوا. حرقوا. فشلاخ ألديتا. ألديتا صرتي مخدوعة أي خدعتي. وهنا أيضا شوف بقت الحركات كم مضبوطة والأحرف مضبوطة، ما تشوهت. أوكي. هذه هي صيغة المجهول، ولكن هنا نعطي بعض الأمثلة في جمل دخلها حتى واحد يكون كيف استعمالاتها، يعني شلون تستعمل. كلتا الصيغتين، صيغة المعلوم وصيغة المجهول، أعطي جمل كأمثلة كيف نستعملها. مثلا نقول سارغون كتولة كتب. غداء جرتا رسالة واحدة، يعني رسالة نكرة. غداء هي واحدة. فد بالعراقي يمكنها فد نستعملها فد رسالة. غداء جرتا. سارغون كتولة غداء جرتا. سارغون كتب رسالة واحدة. رسالة واحدة. رسالة واحدة. رسالة. ما أعرف في أي دولة من دول العربية أي لهجة يستعملون هيك، يقولون واحد جاء واحد ولد، جاء واحدة بنت. ما أعرف أي دولة. ما أعرف. أيوة صحيح. أكو لهجة من هيك معنا. أوكي. فهذا شوف صيغة المعلوم هي الصيغة الاعتيادية نستعملها دائما. سارغون كتب غداء. سارغون كتب رسالة. لكن صيغة المجهول هي غداء جرتا. أظن أبونا الفلاح الفلسطيني بيستعملها هيك. واحد رجل. شفت واحد رجل. أيوة هو الفلاح الفلسطيني. يمكن ما أتذكر، أنا سامعها بس ما أعرف. سامع هيك قليل. أوكي. فإذا هنا نجي شو المجهول، كيف نعمل الجملة مجهول؟ نبدأ بالمفعول به. غداء جرتا. غداء جرتا رسالة بشلكتوتا كتبت. رسالة كتبت. من كتبها؟ مجهول الكاتب. تمام. هي لهذا نقول أنه مجهول. غداء جرتا بشلكتوتا. غداء جرتا بشلكتوتا. شوف بشلكتوتا استعملنا هاي الصيغة المفعول الفعل بالمجهول باستعمال المساعد بشلا وكتوتا اسم المفعول للفعل الذي نريد أن نضعه في حالة المجهول. بشلا كتوتا يعني إذا نريد نقول رسالة صارت مكتوبة، لازم نقول هيك. رسالة كتبت رسالة. أيوة. طبعا بيت سرقون بين قوسين حد بيت يعني من قبل أو بواسطة. بيت سرقون من قبل سرقون. صار مفهوم أستاذ سامي؟ تمام. ممتاز. أوكي. ممتاز. رابص كلش مليح. رابص يعني كلش مليح. أوكي. صمخة اسم ولد. كي آخل. كي آخل هي صيغة المضارع عندنا، راح نشوفها عندما ناخذ تصريف الأفعال. المهم كي آخل يعني يأكل. هاي ثنتين، هذه كي هو بريفكس. كي آخل يأكل
نون سمك. ها. صمخة يأكل السمك. نون هي سورة نون في القرآن. نون. نون. أوكي. نون. نبدأ بنون بالصيغة المجهول. نون كيبيش خلطة. كيبيش خلطة. ليش مو قلنا خيلة؟ ليش قلنا خلطة؟ لأنه نون عندنا هي مؤنث سمكة. نون كيبيش خلطة. السمك يؤكل. السمك يؤكل من قبل صمخة. هناك أكلت. يأكل بيد صمخة. أوكي، نجي إلى مثال آخر. مريم نحن بالآشوري نضخمها شوية الميم، نقول مريم، نقول مريم. أيوة هيك. حتى مريا آلهة رب الإله. مريم مو منضخمها ميم، ما أعرف ليش. مريم. هل مريم لها معنى عندكم بالسرياني؟ مريم يقال بالقديم يعني اليم المر. مريم. أعرف. مش هو مؤنث تاع يعني السيدة؟ مرتا هي السيدة. مرتا أخذ مريم اسمها معناها سيدة مرتا. مرتا فلان مار فلان سيد فلان. مرتا مار وتأنيث مار هو مرتا. أوكي. وهاي فيها نكتة بالعراقي، لأن بالعراقي نحن نقول مرتا يعني زوجته مرتا. هاي مرتا الفلان مال فلان. مرتا ما هذه مرتا. فصارت هاي نكتة بعدين أحكي لك إياها. خلينا نكمل. مريم بقراية إيلا تقرأ هي. بقراية لا كتابة. مريم تقرأ الكتاب. مريم تقرأ الكتاب. كتاب بصيغة مجهول. بياشي القرية. الكتاب يصير مقروءا. يقرأ يعني يقرأ. الكتاب يقرأ بيد مريم من قبل مريم. أوكي. سام يعني شيم نسميه احنا سام. مطاولي و سام كان يلعب. مطاولي و خلينا هيك شوية، وهذه نجيبها هون حتى يكون تحتها. مطاولي و هذا مساعد أيضا للفعل نجي عليه. مطاولي وكان يلعب. شوف يلعب كان بالآشوري. العربي كان يلعب كان. مطاولي و جتا هي الكرة. جد وتا. أوكي. جتا صيغة المجهول. نبدأ بالجتا. جتا بشتوى مطولتا. شوف لما نحن واحد يحول المعلوم للمجهول يجب أن يستعمل نفس زمن الفعل ونفس الشخص. تمام. مو يستعمل زمن آخر، لأنه ولو ممكن بالعربي نفس الشيء يكون، ولكن لا، يجب نفس الصيغة نفس زمن الفعل. شيم مطاولي وكان يلعب جتا. فجتا بشتي ومطولتا. كانت أو كانت أو صارت ملعوبة. يعني صارت إذا نحن نترجمها حرفيا العربي صارت ملعوبة. الكرة كانت تلعب. الكرة كانت تلعب من قبل سام بيد شيم. نجي إلى آخر. تميمة وهو اسم. كي شاتيوة. كي هي هاي البريفكس قلنا للمضارع. كي شاتيوة كان يشرب. هذا الماضي الاعتيادي نسميه. كي شاتيوة كان يشرب يعني كان متعود أن يشرب فيها. الحاضر هو كي شاتي
لكن هذه وان خليتها هذه للماضي. كيشاتي، كيشاتي يشرب هو، يكون يشرب. كيشاتي وكان يشرب. اوكي. خلوة الحليب كل يوم، كل يوم. شوف كل يوم هنا نحن ندمجها كل يوم. ايوه كل يوم، كل يوم مدموجة كل يوم. كل يوم يعني يوميا. عندنا أيضا صيغة اليوميا يومائيت، يوميا، ولكن هنا كل يوم يعني كل يوم، في كل يوم. بالعربي صحيح لازم نقولها تميمة، كان يشرب الحليب في كل يوم. تمام؟ نعم. هنا خلوة هو المفعول، خلوة الحليب، خلوة. كيبا إشوى، إشاتيوى، كيبا إشوى الحليب كان يصير شتيا مشروبا كل يوم، كل يوم، كل يوم. الحليب كان يشرب كل يوم بالعربي صحيح، الصيغة العربية الصحيحة. الحليب كان يشرب كل يوم. نيشا أيضا اسم. زوينيوا اشترى، كان قد اشترى، هو بالضبط كان قد اشترى بيتا. زوينيوا كان قد اشترى بيتا. نيشا زوينيوا بيتا. بيتا البيت. بيشي وزوينة البيت اشتري أو كان قد اشتري. بالضبط خلينا نخليها كان قد اشتري. يد نيشا من قبل نيشا. سركيس نشيوالي نسيا. سركيس نسيا. نشيوالي سركيس نسيا. نشيوالي نسيا. قديلة مفتاحه، قديلة مفتاح. بالسرياني القديم بالعكس هاي قليدة، يعني اللام تجي قبل الدال. قليدة. عندنا بعض الكلمات بالسرياني القديم هو شكل، بالسرياني الحديث أو بالآشوري يعني الحديث معكوس بها، يعني حرف ماخذ مكان الآخر. يعني مثلا هاي من ضمنها قديلة وقليدة. قديلة هي قليدة بالقديم، وقليدة يعني جليد، وقديلة بالحديث. المهم فالآشوري القديم، آشوري القديم ما راح استعمل، أنا حاول قد ما أقدر ما استعمل كلمة سرياني، لأنه حقيقة نشوف يوميا أنا كثير أتابع فيديوهات باليوتيوب وأيضا مكانات أخرى اللي تتحدث عن هالأمور، عن أسماء الشعوب القديمة لبلاد الرافدين واللغات اللي كانت موجودة. السرياني ما في، لأنه ما في شعب اسمه سرياني، إنما في آرامي. نعم. وهناك بعض السرياني، إخواننا السريان يسموهم يقولون نحن آراميين. أوكي على العين والرأس، أما نحن سريانيين هذا ما في، يعني هذا خيال هذا، لأنه ما في شعب اسمه سرياني في التاريخ كله. في آرامي، في سومري، في بابلي، في أكدي، في آشوري، أما سرياني ما في. أوكي. فاللغة السريانية غلط، هذا غلط صار مع الأسف محرف. هي كلمة آشوري السريان حرفوها، سوا سريان وسريك وهذه، ومشت مع الأسف. أبونا في موقع بسموه الكنيسة الأرثوذكسية السريانية. أوكي. خطأ إذن. لا، لازم الكنيسة الأرثوذكسية الآشورية السريانية أو الآرامية السريانية خلي يسموها. وليش سريانية؟ ما أنت بتقول ما في سرياني. إيه ما في سريانية، هذه أقول لك هاي صارت بعدين من العرب جو. هذه من هاي تعريب كلمة السيرو أو سيرو صارت سريان. سيرو يعني السيرو، يعني السيرو يعني آشوري. اوكي ما في مشكلة. هلا في كثير هذه، شفت انه هناك اليوم يعني حقيقة ما اعرف من علامات الزمن هذه، في نهضة او في شعور دينمو
بهالقضايا. قبل ما كنا نهتم بها، ماشي عليها مثل ما هي، بس اليوم لأن الشعوب كلها يريد نحدد الأمور حتى تكون أصح تاريخيا، ونحاول إنسان هالتحريفات الجدي مرت عليه بالتاريخ هذه على هالأمور هذه نحاول نصححها حقيقة. فاليوم أنا شفت كثير فيديوهات من التلفزيونات الإسرائيلية، وهذا الشيء غريب جدا. لهذا أقول علامة الزمن، لأنه اليهود كان يتجنبون يلفظون الاسم آشوري، يذكرون الآشوريين، يعني يكرهون كثير الآشوريين اليهود. ليش؟ لأنه على أساس بالتاريخ الآشوريين عملوا 10 من أسباطهم لمن راح الملك شلمنصر الثاني 722 قبل الميلاد، وغزا منطقة شمال فلسطين اللي كان فيها مملكة إسرائيل، 10 الأسباط، وسباهم جابهم ونشرهم في بلاد الرافدين، وودى الآشوريين وأهل بلاد من أهل وادي الرافدين وأسكن مكانهم، وهم السامريين اليوم، هم والجليليين، هم أحفاد هذوك الذين وداهم شلمنصر الثاني وأسكنهم هناك. المهم، فما دا أشوف أنه اليوم حتى في التلفزيون الإسرائيلي يعني، والعلماء يعني علماء اللغة واللغويين اليهود والأمريكان والإنجليز وغيرهم اليوم كثير يأكدون على هالشيء هذا، آشوريت، فإذا يسموه آشوريت، آراميت آشوريت بالتلفزيونات أو بالإسرائيل هسه يسموها، حتى لغتهم يسموها آراميت آشوريت، يقولوا مو إفريت، وكتاب آشوريت يسموه، يعني الكتابة الآشورية هذه اللي يستعملوها على أساس هم. الكتابة العبرية هذه ما بقت، يعني كانت قديمة، آشوريت. فقسم انه يقول آراميت آشوريت. حلو، آراميين موجودين في الألواح الأركيولوجية وفي الكتاب المقدس أيضا موجودين. أما اسم سريان ماكو في أي لوح من الألواح ولا في أي فصل من فصول الكتاب المقدس، ما في سرياني، شعب سرياني. آرامي، كانوا آراميين، نعم، يعيشون في منطقة الشام وسوريا الحالية، كان في آراميين، نعم. ومعلولة طبعا إلى اليوم على أساس يتكلمون اللغة الآرامية القديمة، واللي صعب لنا أيضا نفهمها نحن، اللي يتكلم الآشوري والسرياني والكلداني صعب أن يفهم اللغة المعلولة، لأنها لغة غريبة شوية، آرامية قديمة. أيوة. فهذه نعم، أحاول أنه لا أستعمل سرياني، آشوري وآرامي أستعمل. آرامي أوكي. نيشا زوينة وبيتا، نيشا كان قد اشترى، زوينة طيب أنا على طبعة العربية للقرآن كتبت مع التركيز على اللغة السريانية والعبرية، غلط إذن؟ أنا أظن غلط حقيقة، يعني بس هو هذا اللي مثل ما يقول، هذا هو الشائع اليوم، يقول سرياني، بس أنا يعني غلط حقيقة. هي دائما معها آرامي، الآرامي صح. إذن بس اللغة الآشورية مش آرامية، الآرامية هي القديمة مو الجديدة. آرامي آشوري يسموها هذه الجديدة، آرامي آشوري. حيرتونا. لا صح، لا هي ممكن تقول آرامي، بس آرامي حديث يعني، مو آرامي القديم. لا بس ما هو القرآن هو بالآرامي القديم مو الجديد. لا لما تقول فقط آرامي، أيوة، معناتها الآرامي هذا اللي بالقرآن آرامي قديم. أما تقول آرامي آشوري، يعني لا تقول آرامي، قول آشوري. آشوري نفسه هو اللغة كدية الآرامية، يعني مأخوذ من لغتين. لأنه المشكلة وقعت مع أستاذنا، لأنه أستاذنا هو عنوان كتابه اللغة السريانية الآرامية. أوكي. هنا المشكلة. حلو أنه آرامية ذكرها، لأنه هو أكيد شعر أنه ما في سرياني، يعني شعب سرياني، فآرامي أوكي، آرامية لغة آرامية، هي أصلها آرامي هذه. أنا بصراحة ما بدي أزعل لا هذا ولا هذاك. أيوة أنت امشي على الشائع، بس أنا يعني أقول لك أنه إذا استعملت هاي معناها هاي، يعني ما تزعل، أنا أحب الجميع.
ايه بالضبط. انت عارف انا ما احب الجميع استاذ سامي، بس شو نحاول انه صحح مفاهيم، صحح بعض العبارات التي دخلت مع الاسف، يعني نتيجه ما نرجع نتيجه المآسي اللي صار براسنا. على كل حال الله بعينك. نيشا زين بيتا، نيشا كان قد اشترى بيتا، البيت صار مشترى من قبل نيشا، البيت كان قد اشتري. اوكي سرقس قلنا سرقس نشيوالي، سرقس نسى، نشيوالي نسي بالعربي نسي أيضا، بس هذه صيغة معينة من الماضي. عندنا بالآشوري نحن راح نشوف لك عندنا 6 أنواع من الماضي، 6. أيوة 6. مثلا بالإنجليزي وبالإيطالي فأكو 3، ما والبريتيريتو، وبعدين imperfecto, imperfect and simple past, imperfect past and ما أعرف شو يعني 3 أنواع هو عادة أو 4. بلس perfect أيضا موجود، perfect وبلس perfect. perfect بلس perfect imperfect وsimple عادي. 4 في اللغات الأوروبية. نحن عندنا 6. أوكي سرقس نشيو عليه نسي بالعربي، ما عندنا غير صيغة أخرى. قديله مفتاحه، هذه هاء هي قديله، ضمير للشخص الثالث المذكر المفرد. قديله مفتاحه جو بيته، في البيت. جو شوف في البيت نستعمل جو. ايوه جو هذه في جو أيوة. بيت يعني مكان اللي يكون كبير انه تدخل فيه داخله نستعمل جو. ايوه جو بيته داخل البيت، يعني جو البيت، جو البيت. قديلة هنا صيغة المجهول تصير قديلة المفتاح في بشوالي مشيوالي بشوالي نشيا. صار منسيا، المفتاح نسي في البيت. بشوالي نشيا جو بيته. اوكي نجي هاي لارسا. لارسا اسم بنت، لارسا واسم مدينة أشورية قديمة، لارسا في بلاد النهرين. لارسا شتيلا شربت، حتى عربي أنا غلطان بالترجمة العربية. شربت شتيلا شربت خلوة حليب. لارسا شتيلا خلوة. لارسا أبونا سؤال، نعم. الفعل يؤنث ويذكر ولا لا؟ نعم شتيلا للمذكر للمؤنث مع هذه ما أخذناها واللام عليها. صح بس يعني بسأل لأنه أيوة لا. أما للمذكر نقول شتيلة شتيلا شتيلة. أتذكر. فصيغته صيغة المجهول له تصير الحليب شرب. تمام. لارسا شربت الحليب شرب من قبل لارسا. خلوة بشلة شتية، بشلة الحليب هو مذكر هنا طبعا راح يعود للهذه للمفعول اللي هون ياخذ مقام الفاعل. فبالعربي شو نسميه؟ نسميه هذا النائب الفاعل. في جملة المجهول الفاعل يسمى بالعربي، هذه طبعا قواعد العربية، نائب المفعول. مش عارف نسيت الأسماء. مش فاعل، لا أنا أعرف نائب الفاعل. نائب الفاعل. أوكي فخلوة نائب فاعل بشل شتية شربة. شربة. أوكي بيد لارسا من قبل لارسا. يالي الدال هذه مسكوتة أصلها يلدي بالقديم. يالي بالصيادنا الأولاد يعني يصيدون بالصيادنا يصيدون السمك. نونة سمك جمع، نونة واحدة، نونة السمك. بالعربي نفس الشيء، سمك سمكات سمكة سمك نفس السمك. أيوة. الأولاد يصيدون بالصيادنا، يصيدون الآن.
هذا هو حاضر المستمر continuous present. They are fishing يصيدون بالعربي ما نفس الشيء، هو الحاضر حاضر، هو يصيدوا الآن، يصيدوا دائما، يصيدوا بالعادة، نفس يصيدون بالصيادة هنا نونة، يصيدون السمك، الأولاد يصيدون السمك. فالسمك هو هنا مفعول به، يصير نائب الفاعل بالصيغة المجهول بالجملة المجهولة. نونة السمك، السمك بياشينا صيدة، السمكات تصير مصيودة مصادة، يعني السمك يصاد. السمك يصاد. شايف الصياغات من لغة مختلفة. أنا لما جيت السويد بعد أكثر، أنا كنت كثير معجب بهذه ومنبهر شو اسمه هالصياغات المختلفة لنفس الفكر، لكن تعبير عن نفس الفكر بأساليب غريبة وعجيبة، كل لغة لها أسلوبها الخاص. ولما جيت هون شفت السويدي بعد أكثر تعجبت واندهشت. السويديين عندهم أصلا مضحكة مرات الصياغات مالتهم، بالنسبة لنا مضحكة، لكن هي بالنسبة لهم صيغتنا هي مضحكة، يمكن لو نترجم له إياها. فهي كل لغة لها صياغتها الخاصة، أسلوبها خاص للتعبير عن نفس الفكر. هون يكون خلصنا المبني المجهول. مبني ما هو معلومة مبني المجهول. صارت ساعة أستاذ سامي؟ هلا صارت ساعة إذا ربطناها الحلقة الأولى والثانية اللي يعني بعد القطع. هلا نوقف دقيقة. وقف بعدين. أوكي، إذا أشكركم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. شكرا. أبونا استريح لك شوي، يلا. شكرا.